عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما حضراتكم كده كلنا اكيد سمعنا سواء في الفيديو ده او الفيديوهات موجوده بالذات في قناه النادي الاهلي، الممثل هشام اسماعيل الممثل الزملكاوي الذي بيسعدنا في مسلسل كبير قوي، لكنه على قد ما بيسعدنا ويضحكنا في الكبير قوي على قد ما يعني مش عارف يعني نزعل منه ولا نزعل عليه. هو يعني ممثل زملكاوي زي اعلام الزمالك وهزاز الرؤوس، على طول عندهم يعني يعني تحس كده ان في يعني شيء ما او حاجه داخليه تجاه النادي الاهلي، بدل ما بيبصوا على فشلهم وبدل ما يبصوا على ان هم مش قادرين يطوروا نفسهم او هم مش قادرين يستغلوا الفرص، بيبصوا بس على الكيان الكبير النادي الاهلي وبيحاولوا ان هم يقللوا من انجازاته او بيعلقوا فشلهم على شماعه النادي الاهلي. بيقول لك ان النادي الاهلي هو السبب في اللي هم فيه، سواء في انشطه اكتوبر او غيره، في بالذات في انشطه اكتوبر. وليه النادي الاهلي عنده مقرات، مقر واثنين وثلاثه وسبعه، وهم ما عندهمش مقرات نتيجه لاستحواذ الكيان الكبير للنادي الاهلي على كل شيء. وطبعا ده كلام ما بيقولوش غير الفشله اللي خلى يعني الاعلامي الكبير او الاستاذ الكبير عبد القيعي يرد عليهم. هو طبعا رده يبقى رد قاسي جدا ورد معلم. خلى عبد القيعي الكابتن الكبير عبد القيعي والاعلامي الكبير في قناه النادي الاهلي ان هو يطلع ويرد رد قاسي على كل الناس الموجوده في الزمالك، من اول مرتضى منصور لهشام اسماعيل لكل هزاز الرؤوس اللي بيطلعوا كلك بينتقدوا النادي الاهلي، ليس حبا في الزمالك ولكن كرها في النادي الاهلي. ومش عارف هما ليه بيكرهوا النادي الاهلي وبيحقدوا عليه بالشكل ده، وايه الغل اللي جوه الناس، من غير ما بيبصوا على ليه هم فاشلين. ليه بياخدوا ارض ومش عارفين يبنوها، بيحطوا فيها طوبه، مع العلم ان هم لموا فلوس من الاعضاء بحجه ان هم عايزين يبنوا ارض 6 اكتوبر، بدل ما يشوفوا النادي الاهلي بيعمل ايه وبيطور ازاي، بدل ما يشوفوا انجازات النادي الاهلي، بدل ما يروحوا يتعلموا النادي الاهلي، بدل ما يروحوا ويقولوا للنادي الاهلي والمسؤولين انتوا ازاي بنيتوا المقرات بتاعتكم ديت عشان نعمل زيكم، عشان نحذوا حذوكم، عايزين نمشوا على السكه بتاعتكم. لا، هم عايزين بس يكسروا في النادي الاهلي او يجيبوا فشلهم وخيبتهم على النادي الاهلي. فكان رد عادل القيعي قاسي جدا ولاذع جدا، وزي ما تقول كده كرباج ورا يا اسطى. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.